ازاي تركب المكوك ده. تمام. ازاي تحط الماسورة جوه المكوك وتعدي الفتلة في الاتجاه الصحيح بحيث انها تديك شدة الخيط لما تيجي تخيط تبقى متماسكة، ما تعملش تبقى غرزة عايمة كده مش مظبوطة ومش ماسكة نفسها. تمام. وهعلمك ازاي تركب المكوك في البيت بتاعه اللي هو ده المكوك. فخلونا نبدأ كده بإذن الله. هنا اول حاجة شلت المكوك اهو، وشلت الماسورة منه. ده المكوك ودي الماسورة. تمام. اول حاجة هعملها ده المكوك اهو، ماشي. اقوم جاي انا حاطط الماسورة كده، عفوا بقى اللي في ايدي ده زيت. اللي اقوم جاي معدي الفتلة، شوف انا عديتها منين اهي معايا، اروح جايبها كده. الماسورة اللي جوه المكوك دي لازم تلف معايا اتجاه عقرب الساعة. شايفين بتلف ازاي؟ لازم تلف معايا كده. حاجة تانية لازم، بص هنا دي عاملة ازاي، الشدة تقيلة ماهيش خفيفة. انا يعتبر مش ماسك المكوك. تمام، مركزين معايا. انا كده يعتبر مش ماسك المكوك خالص يعني. هو هنا خفيف معايا، انا يدوب سانده بس، والفتلة ماسكة نفسها كده، اعرف ان الغرزة هتبقى معايا مظبوطة وتمام. تاني حاجة اما اجي اركب بقى المكوك، عندك هنا دي اسمها ريشة. تمام. بمسكها في ايدي كده، بفتحها بمسكها في ايدي، واقوم جاي هنا كده في الاتجاه ده. شايفين الحتة دي؟ تمام اهو كده، شايفينها معايا. في هنا قصادها تجويف جوه اهو، المفروض الحتة دي بتبات هنا في التجويف ده كده. واهم حاجة عشان اضمن ان المكوك راكب تمام ومظبوط، هسمع صوت التكة دي. اسمع معايا كده اهي، كده المكوك راكب معايا تمام، والغرزة بتاعته تمام. تمام كده. ده الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوناش بقى بالاشتراك وتعمل لايك للفيديو، واستنى معانا كل جديد بإذن الله، وفعل الجرس.